هلخص لك جلسة النهاردة في البورصة المصرية في دقيقة واحدة بس، وفي آخر الفيديو هقول لك على أبرز الأسهم اللي ممكن تشتغل إن شاء الله يوم الأحد. النهاردة 4 ديسمبر. قبل ما أبدأ الفيديو عايز أقول لك إن للتواصل معايا هتلاقي الرابط تحت في الكومنتات. النهاردة السوق عمل حوالي 7 مليار، ودي سيولة معتادة تدل على الإقبال على السوق. الصناديق المصرية والأجنبية كان صافي الشراء. الملاحظ إن الصناديق الأجنبية زاد شراها في السوق، مما يدل على ثقتها في السوق المصري. على عكس الصناديق العربية كانت صافي بيع، بينما الأفراد المصريين والأجانب كانوا صافي بيع وهم خايفين نهاية الأسبوع تقفيل مارجن وتقفيل كريدت، فده طبيعي. بينما الأفراد العرب كانوا صافي شراء. السيولة الرئيسية النهاردة تمركزت في قطاعات البنوك والمواد الأساسية والعقارات. اي جي اكس 30 41500، اي جي اكس 70 12500 عند أعلى نقط في تاريخهم تقريبا. احنا هنتكلم دلوقتي ان القطاع العقاري بيقود السوق ان شاء الله، لذلك اتوقع ان شاء الله يوم الاحد هنشوف اسهم طلعت مصطفى وزهراء المعادي ومصر الجديده، وكلهم قطاع عقاري بيتحركوا بطريقه جيده جدا. واللي اشترى في اخر الجلسه النهارده وكان متابعني ان شاء الله يوم الاحد هيلاقي مكسب باذن الله في الاسهم دي. تمنيت الجميع بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.